السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بعرض لك المكنة الهوجن 150 سي سي، الموتور التربو، الموتور اللزقة الحمراء. مكنة محترمة جدا. طبعا الأصلي يختلف تماما عن المصري وكلنا عارفين، بس يعتبر المكنة دي الأوبو برو من أحسن وأميز الموتوسيكلات اللي نزلت في السوق المصري بالنسبة للموتوسيكلات الهوجن المصري الفرزة التانية. المكنة ما شاء الله تقفيل وخامة حاجة كويسة جدا. تمام. طبعا كلنا زي ما انتم شايفين، تحس ان المكنة فيها قريبة جدا من الاستيراد، يعني حاجة ما شاء الله حلوة. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم، لو انت راكب حاجة حديد في حديد مش هتحافظ عليها، مش هتعيش معاك. حاجة كويسة وسواقة محترمة، وتمشي ان انت تاكل بها عيش على قد مشاويرك وشغلك، هتعيش معاك، مش هتقول لك لا. تمام. يعني بسم الله ما شاء الله، المكنة دي مميزة جدا في خاماتها دونا عن اي مكنة مصري انا شفتها. تمام. اللي قدام عينينا احنا بنقول. بصوا هنا طبعا هنا الموتور من الناحية التانية، الشكمانات، التربو. تمام. شغل الشاسيه تحس ان هو برضو شغله محترم. طبعا دايما اي موتوسيكل فيه 2 فتحة بوجيه، بس فتحة واحدة هي اللي شغالة. تمام. يعني البوجيه التاني ده بيبقى عبارة عن احتياطي فقط لا غير. ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية هنزل لكم فيديو مهم جدا عن بعض الموتوسيكلات اللي هتنزل في السوق المصري، ولسه وهي نزلت فعلا بس لسه ما سمعتش. فان شاء الله هننزلها لكم بمميزاته وعيوبه، ونقول الصح والحاجة المظبوطة على زي ما عننا بنشوف. احنا هنبلغ حضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوناش بالاشتراك في القناة، علشان ان شاء الله بإذن الله تعالى يصلك كل ما هو جديد في عالم الموتوسيكلات. يا رب يا رب اكون وفقت، والفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، وبيكم وبحضراتكم ان شاء الله هنكبر، والقناة تكبر بفضل الله ثم بفضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.